السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس اللي مشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا يا جماعة كل سنة وانتم طيبين. طبعا في البداية طبعا بنهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد بمناسبة رأس السنة. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والأخوة الأقباط بألف صحة وخير وسلام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، طبعا النهاردة الصبح كده حبينا بقى نصور مع الكلاب بالتصوير الجديد، ويا رب التصوير بقى والصوت والصورة يعجبوكوا، وإن شاء الله عمرنا مستني تعليقاتكم على الإضاءة والصوت والحاجات دي كلها. طبعا معانا الكلبة لاسي اهو، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. بدأنا اللي احنا النهارده اول يوم نخرجها وسط الكلاب، لان الحمد لله بفضل ربنا تعافت تماما من مشكله الفطريات والجرب اللي كان عندها. وطبعا في الاول ما كنتش اقدر ان انا اخرج الكلبه مع الكلاب اللي هي تاكل وتشرب معاهم وتعيش معاهم، لان طبعا المرض اللي كان عندها كان مرض جلدي ومعدي لجميع الكلاب، ومعدي كمان للاطفال والبني ادمين، يعني معدي كمان للانسان بنسب معينه. طبعا زي ما انتم شايفين الحمد لله بفضل ربنا هي بتتمتع بصحه جيده. كل القشور بقى اللي عليها اهو الجلد خلاص بقى الحمد لله كويس جدا. الشعر بقى نضيف وسلس وكويس. طبعا ان شاء الله امر الله هنعمل لها النهارده عمليه بقى في رجليها من ورا، رجليها الاتنين من ورا ان شاء الله امر الله. عمليه كده سهله وبسيطه، عمليه حاجه اسمها كحت، تمام، لان عندها طبعا مشكله في الكفوف من تحت في العظم، وهنعملها عمليه كحت بحيث ان هي تعرف تقعد على رجليها من ورا، لان هي ما بتعرفش تقعد على رجليها بسبب عمليه التقرحات والحاجات اللي طبعا كانت نتيجه الجرب والفطريات اللي كان عندها. كان والزيت طبعا اللي هو الزيت الوسخ بتاع ابو بنوره قعد طبعا ياكل في الكحت ده طبعا، لان طبعا لما يكون التقرحات الجلديه شديده ومزمنه وبتحط عليها اي زيوت بالشرط زيت الوسخ، بس طبعا بالاخص الزيت الوسخ، لان الزيت الوسخ بيبقى كله شوائب. طبعا عمل لها عمليه عمليه تقرح جلد جامد جدا، واور يعني عمل عمليه تقوير جامد جدا لحد ما الجلد التهب خالص. طبعا ان شاء الله امر الله عشان نقدر بقى ننظف الحاجات دي، ما كناش نقدر نديها بنج لان كانت عندها ضعف جسماني، ما نقدرش ان احنا نديها نسبه بنج. وهي طبعا فايتر بتاعنا اهو، شاطر فايتر. ده فايتر يا جماعه زي ما انتم شايفين، ابن بوشكاش لو انتم تفتكروه. وادي كاسبر المالينو دلوقتي عمره سنه اهو، ان شاء الله بامر الله متاح للجواز لاي حد، واي راجل جدع او اي سيده جدعه او اي بنت جدعه او اي حد من المشتركين عندنا حابب يجوز من المالينو الشربوني الجميل ده، متاح للجواز في اي وقت. وفايتر برضو متاح للجواز، بس طبعا زي ما احنا قلنا اي حد بنجوز ليه الكلاب بيكون اللي هم المشتركين بتوعنا اللي هم العزاز علينا يعني. طبعا دي الملكه بتاعتنا كيارا، خلاص بقى فاضل لها ايام وتولد ان شاء الله بامر الله. زي ما انتم شايفين اهي دعواتكم بقى معانا مع الملكه كيارا، خلاص اهي خلاص هانت ان شاء الله بامر الله، كلها ايام وتولد، وان شاء الله بامر الله تكون فتحه خير علينا وعليكم ان شاء الله، وتكون سنه سعيده ان شاء الله بامر الله يا جماعه على الكل. واللي ما حققش اي احلامه او اي امانيه السنه اللي احنا فيها دي اللي هي خلاص هتعدي ايامه وهتعدي، يا رب يحقق امانيه في السنه الجديده ان شاء الله. وزي ما قلت لكم يا جماعه انتظروا المزيد بقى ان شاء الله بامر الله. الكاميرا بقى رجعت لنا اهي، والتصوير الجميل بقى ان شاء الله امر رجع لنا اهو. مستني بقى تعليقاتكم بالنسبه للكاميرا في الصوت والصوره والحاجات دي والاضاءه والحاجات دي كلها يا جماعه. انتظروا بقى فيديوهات جميله جدا وفيديوهات تعليميه وفيديوهات تدريبيه ان شاء الله بامر الله هتعجبكم الفتره الجايه، لان طبعا ما كناش حابين نصور بسوء الكاميرا وسوء التصوير الفيديوهات الجميله بقى اللي احنا كنا عاوزين نشتغل عليها ان شاء الله امر الفتره اللي فاتت. طبعا ادي كاسبر اهوت، وادي لاسي بتمسي عليكم. وطبعا تحياتي للاستاذ عماد، حابين نطمن الاستاذ عماد والمشتركين على كلبة لاسي. وادي كاسبر وادي فايتر. طبعا في ناس ممكن تقول لي فين سوسكا راحت فين سوسكا يا جماعه؟ حظها قليل معانا، تمام. عندها مشكله في الغده الليمفاويه والغده الدرقيه اللي هي المسؤوله عن الحيض والكلام ده. طبعا
حصل لها ورم جامد جدا طبعا نتيجة الغدة الليمفاوية والغدة الدرقية. طبعا حبيت اللي انا احطها عند اخ لينا، بحيث طبعا الكلاب بيقعدوا يضربوا فيها وهي تضرب في الكلاب، بتعمل شوشرة جامدة جدا. حبينا اللي احنا بقى ايه نعزلها تماما عند اخ لينا ونتابعها كل فترة ان شاء الله بامر الله، لان طبعا هي مشكلتها اللي هي بتهبهب كتير جدا وبتعمل صوت عالي جدا جدا، وفي نفس الوقت يا جماعة ملهاش حظ معانا. يعني من ساعة ما هي جات لنا من اخ فاضل لينا اسمه الاستاذ سيد دراز من اسكندرية، تحياتي طبعا بمناسبة الاستاذ سيد دراز اللي هو اخ عزيز علينا، اللي هو طبعا بنبسي وبنبسي عليه طبعا، اللي هو سفير ماسك عضو او حاجة في السفارة اليابانية. طبعا تحياتي ليه، راجل من الشخصيات المحترمة جدا في الاسكندرية. تحياتي للاهل ومربين وغواة الكلاب في محافظة الاسكندرية جميعا. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو، بصوا يا جماعة، دي لاسي اهي، ادي اهي لاسي بتلحس بقى في التقرح الجلدي اللي احنا ما كناش نقدر نفتحه او نقدر ان احنا نعمل عملية كحت ليه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو ده ان شاء الله بامر الله هنعمل عملية ان شاء الله بامر الله النهارده، بحيث ان احنا نقدر نتغلب عليه بقى. ما كناش في الاول نقدر نتغلب عليه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اهو، شاطرة لاسي، شاطرة. زي ما انتم شايفين كده، بصوا يا جماعة اهو، ده اللي احنا ان شاء الله امر الله هنفتحه، وهنفتح ده برضو، وهنفتح ده اشد من ده كمان. بس يا لاسي عيب، استني اهو، هو ده برضو ده اللي هيتفتح وده اللي هيتفتح. طبعا هي ان شاء الله بامر الله الحمد لله هي كويسه جدا، شعرها بقى كويس جدا والدنيا بقى كويسه معاها. ان شاء الله امر الله بقى نديها النهارده بنج ونقدر ان احنا نفتحه، بحيث ان هي تقدر تقعد على رجولها من ورا، لان هي ما كانتش بتقدر تقعد على رجولها من ورا. تمام كده يا جماعه. وطبعا ده اكيد طبعا ممكن يكون برضه عامل لها تهيج، لان طبعا اي حاجه يا جماعه في جسم الكلب او مشكله في جسم الكلب بيعمل له تهيج. تحياتي للجميع مربين الكلاب واخوات الكلاب في مصر ووطن العربي. تحياتي للجميع، اي حد عايز اي حاجه يا جماعه انا تحت امر في اي وقت. رقم التليفون 010 2241 7513، او اكتب لي في التعليقات اي سؤال او اي استفسار حابب ان انت تسال عليه، اكتبه لي في الكومنتات. وطول ما انا عملت لك الاعجاب والقلب، يبقى انت في القلب وسؤالك هترد عليه في الحال، او هتسال لو هو سؤال بسيط ومش محتاج شرح هيترد عليه في الحال، ولو هو سؤال كبير ومحتاج حلقه وشرح كبير هنترد عليه في حلقه مخصصه لحضرتك. تحياتي للجميع، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.